كنت عم بشرب كاسة متة، قمت ساويت هالطبخة ب5 دقايق مع كاسة المتة بتساوي أطيب أكلة، خاصة بالصيفية باردة وكثير طيبة على الجسم. الله يرحمك يا عمتي شو كانت تحبها. الدنيا شوب كتير وما حدا له خلق يفوت على المطبخ، فبدنا نعمل أكلة هيك خفيفة نظيفة وكتير طيبة بالصيفية. مفركة كوسة، بدنا هون 1.5 كيلو كوسة، وبدنا ملح وفلفل وبصلة برش، وبدنا لحمة 150 جرام حسب الطلب، بتحبوا تكتروا ما في مشكلة، وبدنا لية خروف زهرة 100 جرام. طبعا كاسة المتة، بين ما نشرب كاسة المتة بتكون خلصت معنا الطبخة. هلا بنقطع الكوسايات، لا تقطعوها قطع ناعمة كتير مشان ما تعجن معكم، أنا بحب أقطع هيك كبيرة، شايفين بهالشكل هون. هلا قد هيك يكون. وفركت الكوسة طيبة وظريفة وباردة بالصيفية، ومانا مكلفة، خفيفة على الجيبة. نسيتونا كاسة المتة، حطينا اللية، هلا نسلي اللية ونضيف عليها البصلة. هلا ننزل البصلة. طبعا أنا نسيت لكم، يلي بده بحط زيت نباتي يحط، ما في مشكلة، أنا بحبها باللية، إذا مو بلية مو طيبة. بعد ما صارت شقرة بنحط لها اللحمة، بنملح وبنفلفل، بنخلطها لتستوي اللحمة. بس استوت اللحمة بننزل بالكوسة. وهلا بعد ما استوت اللحمة عندي بننزل بالكوسايات، وهي عبينا الطاولة كمان كوسة. نعطيهم تقليبة. هلا ما في داعي نعمل لها شيء بقالة غير بس بنسكر هالغطا، بنحطها على نار هادئة أكثر شيء، بنتركها نص ساعة وبتاكلوا صحة وهنا. بنحط مع اللبنات والحباشات وكل عام وانتم بخير. وهلا بعد نص ساعة على نار هادئة صارت الطبخة عنا جاهزة. شوفوا لي هالمنظر ما أحلى. ما شاء الله وزاد عندي كمان. هلا بنحط لها الفلفل هيك على هالوش، صحن خضروات اللي بتحبوه، اللبن العادي أساسي لبن الزبادي، وإن شاء الله ألف صحة وهنا. هلا بندوق الطعمة، بنشوف شو اشتغلنا شي ظريف ولا لا. شايفين ما أحلاها رايحة نيفة. طعمة اللية غير شكل، اللية وبس. الله يرحمك يا عمتي قديش كانت عمتي تحب اللية، الله يرحم ترابها. سمعونا الفاتحة روح عمتي. السلام عليكم.